النظرة ديالكم كزعيم ديال الحزب كبير وبصفة عامة كرجل سياسي، النظرة ديالكم بخصوص السياسة الرياضية بالمغرب، وحتى إلا كان عندكم مثلا في الحزب ديالكم يعني بعض التجارب ولا بعض الإنجازات على مستوى المدن أو الجهات أو في الفرق البرلمانية، فمرحبا سي نبيل تفيدنا بها. نكون موضوعي، هو أنه لمدة عقود من الزمان كانت عندنا وزارة ديال الشباب والرياضة، ولكن ما كانتش عندنا سياسة رياضية. ما يمكنش نقولوا بأن ما كانت عندنا سياسة ديال أننا منذ الأعمار الأولى نربيو الناشئة، وتكون عندنا سياسة ديال الرياضة المدرسية، سياسة ديال الرياضة في الجامعة، سياسة ديال الرياضة في الأحياء، سياسة ديال ملاعب القرب، سياسة ديال الأندية موجودة في مختلف أنحاء البلاد مشجعة باش تعطينا رياضيين في جميع الأنواع الرياضية. لمدة طويلة كانت عندنا ممارسة رياضية، وكانت كان الأمر كيؤدي نادرا إلى بروز بعض المعجزات اللي كيستطيعوا أنهم يخترقوا. كانت عندنا بعض الرياضات، خاصة الرياضات الجماعية، كرة القدم، شوية كرة السلة، شوية كرة اليد، اللي كان فيهم واحد المجهود نقولوا ديال أن نتابعوا فريق وطني باش يكون عنده مستوى معين على المستوى القاري الإفريقي أساسا أو على المستوى العربي. ولكن اضطرينا نسينوا لمدة عقود من بعد الحصول على الاستقلال باش تبدا تبرز عندنا بعض الأبطال الكبار في الرياضات الفردية. ولكن في البداية يعني سبقات العملية ديال البروز تبرزوا، عاد بدينا انذاك كنقولوا وبما اننا برزنا ها عويطه، ها القروج، دابا البقالي، نوى المتوكل قبال، مثلا في كره في بوطياب، ابراهيم بوطياب، ما عرفتش في المساله ديال العاب القوى او في الملاكمه، او امور اللي حصلنا فيها على ميداليات ذهبيه او فضيه او برونزيه في الالعاب الاولمبيه او في كاس العالم. يعني عاد بدينا ديك الوقت كنقولوا ودابا الا بغينا هذا الشيء، وهذا الشيء يعود عمليا الى التسعينيات الى 2000، عاد بدينا كنقولوا ودابا خصنا تكون عندنا سياسه رياضيه. وهذا ما ادى الى انه وان كان باقي نقص كبير على هذا المستوى، هذا الشيء ادى الى انه بدينا كنشوفوا هذه الظاهره مثلا، وهذا الشيء مرتبط كذلك بواحد القطاع اللي سيرته كحزب كوزير، اللي هو سياسه المدينه، اللي جعل انه لا بوليتيك دو لا فيل فيها هذا الشيء اللي كتشوف اليوم ديال ملاعب رياضيه في جميع الاحياء. الا خديتي الرباط مثلا، الا خديتي زمور، الا خديتي اللي خديتيه، غتلقى واحد العدد ديال الملاعب في القرى، يا رياضه، يا كره القدم، يا كره السله، يا انواع رياضيه اخرى اللي الناس كيلعبوا في هذا الشيء، او دي بيست، يعني مسالك من اجل ممارسه يعني الركض ولا المشي ولا امور من هذا النوع. يعني وليتي كتشوف نساء شابات، نساء متقدمات في السن، شيوخ وشبان كيمارسوا الرياضه، باش ولا الفعل الرياضي مساله صحيه تساهم في الرفع من مستوى المجتمع ككل. ومن داخل ذلك لاحظنا بالموازاة مع ذلك واحد العنايه بواحد المجموعه ديال الانديه رياضيه، بمعنى لو سبور دو باز، اللي هو اللي كيعطيك من اصل 10000 ممارس
انت غتكون كتعرف لي شي احسن مني سي مصطفى، ربما من اصل 10,000 ممارس خاصه في الرياضات الفرديه يمكن يخرج لك ان غران شامبيون، ان شامبيون دو موند، ان شامبيون اولمبيك. هكذا كتتم الامور، يعني باسكو لما كيولي عندك لو سبور دو ماس، لما كيولي عندك الرياضه الجماهيريه اللي موجوده في جميع الاحياء وجميع المدن وجميع الملاعب موجوده من اجل التاطير، ولما كتولي كتحدد اهداف باش كتقول انا باغي نوصل لقد وقد ديال الممارسين في المسايفه او ما عرفتش من الرياضه، في التنس ولا في جميع الانواع الرياضيه اللي هي انواع ديال الالعاب الاولمبيه، كتقول من هادو باغي نوصل ل قد وقد ديال الابطال على مستوى افريقي او على مستوى عربي او على مستوى الالعاب ديال البحر المتوسط او على مستوى الالعاب الاولمبيه او كؤوس العالم، يعني وكتعطي الامكانيات من اجل ذلك. ديك الوقت كتكون عندك سياسه رياضيه متكامله، بحال اللي وقع مثلا بالنسبه لكره القدم. هادشي اللي درنا في كره القدم وان كان جزء منه مرتبط بطاقات رياضيه موجوده خارج البلاد، ولكن ما تنساش عدد من الانديه المغربيه تهيكلات عندها مدارس، راك انت عارف هادشي. الفتح عندهم مدرسه، الوداد عندهم مدرسه، الرجاء عندهم مدرسه، ليفار عندهم مدرسه، تطوان عندهم مدرسه، يعني عدد ديال الانديه اللي لعبها كلها عندهم مدرسه كيكونوا شبان. عندنا داك الشيء اللي تخرج منه أناحي وتخرج منه نصيري واللي مشاو لعبوا من بعد في الخارج، يعني المركب اللي عندنا في الرباط اللي كذلك هو كيكون واحد العدد الرياضيين وديال الابطال خاصه في كره القدم. يعني هناك سياسه حقيقيه اللي كتعطيك في النهايه نتائج وكتجعلك كتولي من كبريات الدول اللي عندها قدرات انها تنافس. هذا الشيء حنا عاد بديناه. شكرا.